السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل لحمة بالبصل والبطاطس أو كباب حلة. هعملها على طريقتي، يا ريت تجربوها لأن بصراحة طعمها حكاية ودايبة دوب مع البطاطس. معايا كمية لحمة اللي انتي عايزاها، دول حوالي كيلو ونص لحمة عجالي استيك على قطع، برضو مش تخينة قوي، رفيعة شوية. 2 طماطم مقطعة قطع صغيرة، فلفل رومي ألوان أصفر وأحمر، ومعايا قرن فلفل حامي، بصل مقطع طرنشات، معايا سمنة، معلقة توم مفروم، فلفل هريسة اللي هو الأحمر، بطاطستين مقطعة مكعبات ومتحمرين في الزيت. بصراحة بيدوا تيست عالي قوي للحمة غير لما بتكون البطاطس معايا نية. معايا ملح، فلفل اسود، حبان وورق لوري مطحونين، ومعلقة سكر، معلقة بهارات لحمة، 2 فص مستكة، 3 مكعبات من الزبدة. هنزل بالسمنة وبعد كده هبتدي انزل باللحمة بتاعتي واشوحها كويس جدا. هشوحها على النار علشان تاخد معايا لون. طبعا هنزل بالكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلتلك اللحمة دي عجالي، وعايزة تحطي اي لحمة براحتك خالص. زي ما قلتلك ممكن قطع، ممكن ستيك، زي ما انت عايزة. المهم تنزلي بيها وتشوحيها كويس جدا في السمنة لغاية لما تاخد معايا لون. علشان تاخد لون حلو برضو وتاخد تيست عالي، هبتدي انزل بالمستكة الاول علشان بتدي للحمة تيست عالي قوي، وبعد كده بالحبهان وورق اللوري المطحونين، وهنزل كمان بكام رشة من الفلفل الاسود، وسايبة حبة كمان علشان هبقى احطهم بعدين. زي ما انتوا شايفين اللحمة خدت معايا لون واتشوحت كويس، وبعد كده نزلت بكوبايتين مية سخنين مليانين على اللحمة علشان اللحمة تستوي. كوبايتين او 3 على حسب كمية اللحمة اللي عندك. عايزة اللحمة تستوي حوالي كده 80%. بعد كده نزلت بمعلقة سكر علشان بتساعدني في التسوية شوية. دلوقتي حطيت اللحمة في طاسة تانية وهتستوي براحتها. علشان اعمل البصل هنزل بمعلقة الزبدة او قطع الزبدة اللي انا قلتلك عليها ال3 قطع، وهنزل بالبصل وهشوحه كويس جدا علشان هكرمل البصل لوحده. دلوقتي كرملت البصل، وبعد ما كرملته نزلت بمعلقة الفلفل الأحمر اللي هي الهريسة، بتدي تيست عالي قوي وطعم حلو قوي. وبعد كده نزلت بالمكعبات الطماطم وهشوحها يعني هقلبها يعني تقليبه، وبعد كده بنزل بالفلفل الالوان اللي هو الاحمر والاصفر، وبعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين اللحمه الناحيه التانية داخله في السوا في حوالي 80% من سواها. من البهارات اللي كنت حاططها اللي هي بهارات اللحمة والملح والفلفل الأسود اللي كانوا فاضلين معايا، وبعدين زودت فلفل أسود تاني وشوية ملح بسيط علشان الخضار كان ناقص شوية ملح، حاجة بسيطة خالص. وخدي بالك من موضوع الملح ده ما كتروهوش. دلوقتي نزلت باللحمة عليه وهاخده تقليبة حلوة علشان يشكشك معايا، واللحمة تاخد من طعم البصل والبهارات وكله هيمتزج مع بعضه. زي ما انتوا شايفين فاضل اخر حاجة البطاطس المكعبات المتحمرة، هنزل بيها بس بعد ما ادي اللحمة شوية مية علشان تكون جوسي معايا شوية. ولما اجي انزل بالبطاطس البطاطس ما تشربش معايا المية كلها. خلاص امتزجت كله مع بعضه وقلبته كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين السوا هنا عندي بقى كمان 90%، يبقى انا فاضل لي 10% علشان كله يكون استوى ويكون 100%. زي ما انتوا شايفين الاول حطيته على النار، اللحمة استوت نص ساعة وشوحت حوالي 15 دقيقة، وهيدخل الفرن كمان حوالي ساعة الا ربع. اول نص ساعة طبعا هيكون متغطي بالفويل، وبعد كده بشيل الورق الفويل وابتدي طبعا على الشواية احمر وش الصينية. زي ما انتوا شايفين انا بحب كمية اللحمة تكون حلوة معايا، وزي ما انتوا شايفين هما 2 بطاطس بس اللي انا بحمرهم واحطهم على اللحمة او كباب الحلة او اللحمة البصل اللي هي بالبطاطس، واحلى صينية لحمة بالبصل والبطاطس هتدخل الفرن. وزي ما انتوا شايفين ورق الزبدة انا طبعا بليته شوية وحطيته فوق وش الصينية، وبعد كده غطيت بالفويل. ما بسيبش الفويل منه للاكل كده على طول علشان بيقولوا مش صحي. زي ما انتوا شايفين عدى نص ساعة في الفرن، وبعد كده شلت الورق الفويل واتحمر وشها حوالي ربع ساعة كمان. عايزه اقولك انا لما حطيت الفلفل الهريسه اللي هو الاحمر كان معاه كمان فصين التوم المهروسين، بيدي تيست عالي قوي كمان لصينيه اللحمه بالبصل والبطاطس، بتدي تيست حلو قوي وطعم جميل. اوعي تنسي معلقتين التوم المفرومين دول مع الفلفل الهالوبين اللي هو الاحمر، كمان بيدي طعم حلو قوي غير الفلفل الاخضر. وزي ما انتوا شايفين اللحمه مستويه معايا سوا حلو جدا، والبطاطس مش مهريه معايا وما شربتش من الصوص قوي، كمان في صوص في الصينيه. وزي ما انت شايفه احلى صينية لحمة بالبطاطس هتاكليها. سموها كباب حلة، سموها اي حاجة، المهم ان هي طعمها حلو جدا.
وطعمها مميز ودايبه دوب يا جماعه، مش قادره اقول لكم قد ايه. جربوها بطريقتي اللي هي كباب الحله او لحمه بالبصل والبطاطس، هتعجبكم قوي. طريقه البطاطس المتحمره بتفرق كتير وبتدي تيست عالي غير البطاطس لما بتكون نيه. اعملوا لايك وفعلوا الجرس واستنوني فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.